مصر للإنتاج والتوزيع تقدم انا اللي دخلته السجن وانا هرجعه تاني. وانا رئيسك المباشر، بقول لك مالكش اي علاقه بملف رحيم السيوفي.
اقطع دراعي من هنا يا باشا اما كان رحيم مسنود من حد عندكم هنا. عملت ايه مع احمد الديب؟ فهم انك انت معايا من اولها. هو انت شايف ان كل اللي بيحصل ده مش غريب؟ انا لو مكانك اخاف. رحيم لسه في ايدينا، بس اديني فرصه ما افهمك. عادش في وقت يا سامي زي ما قلت لك. انت مطلوب القبض عليك. انا هقعد في شقتي وانت كمان هتيجي تعيشي معايا زي اي زوج وزوجه. ممكن اكون واحده من اللي انت بتحبه؟ انا خايف من رحيم، اكيد هيعرف ان انا اللي ورا المغرز ده ومش هيسيبني. انا عايزه اروح معاك عشان عايزه اساله هو ليه عمل فيا كده. انا عايزه اسمع منه. العيال دي ساعات بتتصرف تصرفات مش مسؤوله. لو سمحت ما تخوفنيش اكتر ما انا خايفه. بقول لك سامي اتقبض عليه، انت ما بتتكلمش ليه؟ عارف. خلاص رحيم عمال يعلم على واحد واحد فينا، والدور الجاي يا سيد يا سيد، عشان خاطر النبي شغل شويه الجيلي اللي جوه الجمجمه دول. انا اللي ساجن سامي. هو مين اللي عمل عقود بيع وشراء القصر والمركب؟ مش سامي؟ لما رحت له انت ورحيم مش كان جاهز بالعقود؟ يبقى كان عارف كل حاجه اهو. ما قالكش ليه؟ بلاش. مين نقل شركه امينه لحلمي ورحيم وضغط على اخواتها علشان يتنازلوا عن حقهم؟ لا حاسب. اهل امين ناس طيبين وغلابه، ما كانش عايزين يخش عليهم مال حرام من اصله. انت بتاكل من الكلام ده يا سيد؟ هو في مال حلال الايام دي؟ خلاص سامي باعنا. انا مش عارف انت هادي كده ليه ولا بتتحرك من يوم ما خرج رحيم وانت بتحط عليك وبتلطش لك وما بتعملش اي حاجه. انا مش فاهم فين سيد بتاع زمان. لا يا عماد، انا ما بتحطش عليا وانا مش ساكت من اساسه. مش ساكت؟ طب عرفت هشام فين؟ يا حاب عرفت انا بدور على هشام ليه، فهمت؟ هشام ده لو ما لقناهوش مش هنلاقي اي كارت ضغط على رحيم. لازم تتحرك يا سيد. انا في مشكله كبيره انت مش فاهمها. يا عم مشكلة ايه؟ انت هتحاور عليا؟ انت عمال تلاعب رحيم عشان السنيوره. لا ابراهيم عشان السنيوره. مش بقول لك مش عايز تشغل الجيل اللي جوه الجمجمه يا سيد. شحنه الحديد بتاعتي اللي دخلت عن طريق شركه امينه، الشحنه دلوقتي في المخازن، والشركه تحت ايد مين دلوقتي؟ يا نهار طين. فهمت بقى انا ليه بقول لك كده؟ الشحنه دي لو فضت كل يوم انا بخسر، كل يوم تاخير بخسر، ورحيم ممكن يتلكك لي على اي حاجه عشان يخليني اخسرها كلها. عشان كده لازم نتحرك، لازم نجيب هشام يبقى تحت ايدينا، يبقى معانا اي كارت ضغط على رحيم. تلاش يا عماد، تلاش يا جرع. هشوف يا سيد. ماشي. اهلا يا محمود بيه، نورتني. ما تطلب لي قهوه مظبوط عشان مصدع. عيني يا باشا. مظبوط يا ابني محمود بيه. امرني. انا عرفت انك رحت لداليا امبارح عشان مسعد. انتوا بترابوني ولا ايه؟ العفو يا احمد بيه، انت فوق مستوى الشبهات. الموضوع كله ان المباحث كانت بتراقب داليا وشافوك هناك، وانا لما جالي التقرير حبيت اجي ابلغك بنفسي. شرفتني ونورتني يا باشا. بص يا احمد بيه، انا عارف ان القضيه دي كانت بتاعتك ولسبب ما اللي هو صادق سحبها منك، وصدقني انا مش عايز اعرف ايه السبب. كل اللي عايزك تعرفه حاجه مهمه قوي. اعرف ايه يا باشا؟ تعرف ان صفك وان احترمت اصرارك على تكمله مشوارك مع رحيم واللي يخصوه، واي حاجه تطلبها مني انا تحت امرك. ولاننا في الاول وفي الاخر ظباط وفي نفس المكان، كل اللي هقوله لك انا معاك في اللي انت بتعمله. واللي عمله رحيم فينا من ساعه ما خرج عمر ما في ضابط محترم فينا يقبله على نفسه. وعشان تبقى فاهم، اللي حصل ده بيني وبينك بس، ومفيش مخلوق هيعرفه. وكمل اللي انت بتعمله يا احمد بيه طالما في المصلحه. في مقابل ايه؟ في مقابل القهوه اللي مستنيها وبس. من وانا ملازم صغير يا محمود بيه عمري ما خفت على الكرسي ده. بالعكس، كنت خايف ان واحد مش محترم يجي يقعد مكاني. لو وثقت ان في حد محترم وبيخاف على البلد دي هقوم واقعده مكاني. صدقني يا باشا، انا بحب البلد دي قوي قوي، حتى اكتر من ولادي. دي مصر يا محمود بيه. ها؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ مسعد جري واحمد الديب جري وراه، راحت العربيه خبطاه
هو مسعد حصل له حاجه؟ مات. وبكده طبعا تبقي فقدتي دليل مهم جدا كان ممكن يعرفك مين اللي عمل فيكي كده. مش مهم، المهم ان انا اللي قتلته يا سمر، ومش هعرف اسامح نفسي. قتلتيه ازاي؟ انت مش قلتي ان العربيه خبطته ومات؟ لولا اني رحت له انا واحمد الديب كان زمان ولسه عايش. برضو انا السبب. يا حبيبتي انت مالكيش اي ذنب في موت مسعد. مسعد البوليس كان بيطارده ومات، يبقى انت السبب في قتله ازاي؟ لان دي مش اول مره اكون السبب في موت حد. ايه؟ طب اهدي، بصي عيطي وطلعي كل الشحنه اللي جواكي، لما تهدي هنتكلم. ها قولي لي بقى، كنتي سبب في موت مين تاني يا داليا؟ انا تعبانه قوي، مش قادره اتكلم، انا عايزه امشي. داليا استني، مش هينفع تمشي وانت كده. استني يا داليا. داليا اتش الشومة قوم نام فوق. سيبيني انام هنا بس والنبي. هشام هو انت ليه ما بقيتش تحبني زي الاول؟ بسمة سيبيني انام، وانا اول ما اصحى احبك زي الاول. ما طبعا بنات وخروجات وسهر، هتحبيني امتى؟ سهر ايه بس؟ انت بس اللي دماغك مسوحاكي وفاكراني بعمل حاجه غلط. فيها ايه يعني لما اسهر مع صحابي حب؟ اسهر بس من غير بنات. يا حبيبتي البنات اللي انت بتتكلمي عنهم دول صحابي والله. ما يعني مبقاش قاعده زي البتنجانيه هنا كده وانت على طول خارج ومع اصحابك. طب خرجني يعني. اول ما اخد اجازه هخرجك والله العظيم، بس سيبيني والنبي انام دلوقتي. يعني انت كده نمت خلاص؟ خليك نايم. ايوه هاتي المخده. احمد تمام ساعتك يا فندم. محمود قال لي ان هو استلم منك ملف رحيم. محمود ظابط شاطر، انا عاوزك تتعاون معاه وتسهل له كل المعلومات. اللي تؤمر بيه سعادتك. تفتكر انا سحبت منك ملف رحيم ليه؟ ها؟ ما تعودناش في شغلنا يا فندم نسال الاسئله دي. ده المفروض، بس عشان انا عارفك كويس، عارف ان جواك 1000 سؤال وسؤال. اللي تشوفه سعادتك برضه يا فندم. الصح والغلط مش انت اللي تحددهم من مكتبك يا حضرة الظابط، والا كل ظابط في الجهاز بقى يشتغل من دماغه. في حاجات يا فندم مش محتاجه تفكير. لما الواحد يلاقي مجرم بيكبر قدام عينه، يسيبه ولا يرجعه السجن؟ لا، يرجع السجن. بس يرجع امتى ويرجع ازاي؟ ده الفرق بين حد قاعد في مكتبي وحد قاعد في مكتبك. سمي الفرق ده بقى خبرة، سميه رؤية، سميه معرفة، زي ما تسميه سميه. يا باشا انا عمري ما تخطيت حدودي، وعارف بعمل ايه كويس، وبستنى التعليمات امتى. هو انت لو ظابط عادي بالنسبة لي يا احمد كنت صدقت الكلام ده، انما انت ظابط شاطر، والظابط الشاطر يعرف امتى القضية اللي هو بيشتغل عليها هتتحول لطار شخصي. انت عارف ان احنا هنا بنشتغل ب1000 طريقة وطريقة، مفيش ولا واحدة منهم ليها علاقة بالطار. شات لو صادق، لو في طار بيني وبين رحيم كنت رجعته السجن من تاني يوم هو خرج فيه، ودي اسهل حاجة في الدنيا وسيادتك عارف. بس عموما المقدم محمود ظابط شاطر وربنا يوفقه. كل واحد بيخدم الوطن بطريقته. تأمرني بحاجة ساعتك؟ بعد سيادتك.
تليفونك بيرن. ايه ده بابا؟ الو، ازيك يا داليا؟ وحشاني قوي. رنيم ازيك؟ الحمد لله. انتي ما جيتيش ليه؟ مش انتي وعدتيني ان انتي هتيجي؟ معلش كان عندي شغل، قلت اخلصه واجيلك. طب هتيجي امتى؟ خلاص هجيلك الويك اند ده، هنخرج سوا، اتفقنا؟ حلو، خلاص هستناكي. يلا سلام. باي. كويس والله ان رنيم خلتك تضحكي كده. ماما هو انت بتتضايقي لما رنيم تكلمني؟ طبعا لا يا حبيبي، دي مهما كان اختك الصغيره. بالعكس انا عايزاكي تاخدي بالك منها كويس، بعد لما انا اموت مالكيش غيرها. بعد شر عنك يا ماما، ما تقوليش كده. الموت مش شر يا حبيبتي، انا مستعده له في اي وقت. انا بس نفسي اشوف ولادك بقى قبل ما اموت. تاني كلام في الموت، انا مش ناقصه. مالك بس يا حبيبتي، ما تحكيلي. حاجات كتير يا ماما، حاجات كتير. ايه يا ابني انت هو ده؟ عبيط يا ابني انت هو؟ خير، وصلت لحاجه جديده في ملف مسعد القتيل ولا ايه؟ ايوه يا باشا، سنة 2009 مسعد اتمسك في خناقة. تفتكر مين كان معاه بقى؟ هشام السيوفي، أخو رحيم. هشام أخو رحيم؟ وبعد ما رحيم اتسجن، التحريات بتقول إن هشام ومسعد اشتغلوا سوا مع بعض في الترامادول واتمسكوا، بس خرجوا لأن البضاعة مش معاهم. أنت عاوز تقول إن هشام هو اللي وزن مسعد يحط المخدرات لداليا في مكتبها؟ إزاي يعني؟ مش جايز رحيم بعد ما عرف ان عماد خطب داليا حب يعمل لها حوار كبير قوي عشان يخرجها منه، يرجعوا يقربوا بعض تاني؟ مش بعيدة قوي دي. مش بعيدة على دماغ رحيم. لا ما اعتقدش. انا بقى اعتقد يا باشا. خليك انت في سكتك وانا همشي في سكة تانية خالص. سكة ايه؟ هبقول لسيادتك بعدين. اتفضل يا باشا. اتفضل. يا بسمة هشام بيحبك، انتوا هتفضلوا عاملين زي القط والفار كده لحد امتى؟ ما انا عارفه. انا كمان عارفه اللي فيكي مكفيكي يا ابن رحاب. يو مش هنخلص بقى. معلش يا رحاب، بس حاولي تكلميه، فهميه كده وحاولي تعقليه. معلش. الو. ايوه انا رحاب السيوفي. مين معايا؟ انتي بتقولي ايه يا ست انتي مين؟ في ايه؟ ايوه. امتى؟ طب انا جاي حالا. ايه ده، في ايه؟ معرفش. بس روح قول لي اللي بعتك. عيب ما تقول لها يالا. عيب. طب يلا اطلع. انت مين وبتخبطي كده ليه؟ سيد استني هنا.
مش بكلمك. مين دي يا سيد؟ مين دي؟ دي جيهان مراتي، سلمي عليها. يا نهارك اسود ومنيل ب60 نيله، انت بتتجوز عليا انا يا سيد؟ بتتجوز عليا؟ ترمي نفسك وتكلمي بأدب بدل ما مد ايدي عليك. كمان تمد ايدك عليا؟ كمان؟ ليه يا سيد؟ ليه بتعمل معايا كده؟ كل ده عشان كرهك لرحيم؟ عايز تنتقم منه وخلاص؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا عمري عملت لك حاجه وحشه؟ عمري قصرت معاك في حاجه يا سيد؟ لا وانت قصرت في حاجه يا رحاب. لما تسيبي جوزك وتعيشي في حضن اخوكي وابوكي تبقى قصرت يا ست هانم. وانا كذا مره قلت لك تعالي عيشي معايا وانت اللي كنت بترفضي. وانا راجل وليا طلبات. ولا كنت عايزاني اعيش في الحرام؟ ولا ده هيكون بالنسبه لك 100 لو انا مش متجوز؟ بتباني يا سيد بعد كل اللي عملته لك، بتباني بعد وقفتي جنبك. انا ما بعتكيش يا رحاب، واوضتك جاهزه جوه من مجاميعه، وجيهان موافقه تعيش معاكي في بيت واحد. عايزه تخش اوضتك وتستهدي بالله، ولا تركبي شيطانك وتخليه يوصلك لبيت اهلك توصيله مجاني؟ انا اللي استاهل، انا اللي استاهل اني حبيت واحد زيك واستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يستحمله. كنت بقول معلش استحملي، اهو ابو بناتك وعشرة عمرك. كنت مطوعاك في كل حاجة ومصدقك في كل حاجة. انا اللي استاهل عشان ما وقفتش قصادك وانت بتطرد ابويا واخويا من بيتهم. انا اللي استاهل عشان كنت عايزة ارجع اخويا السجن تاني. وكل ده ليه؟ عشان كنت مصدقاك. كانت دماغي فين انا مش عارفة. كنت بصدقك ازاي انا مش عارفة. عشان عارف ان قد ايه بحبك يا رحاب. وانا بكرهك وبكره نفسي وبكره رحيم وبكره ابويا وبكرهكم كلكم. بتشوفي لك حته يا جيهان ما تنرفزنيش انت. يوه رحيم بيه نزلوه. عملت ايه يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ ما كفايه الخراب اللي انا شايفه بسببكم. سيبوه اجري. ايه؟ اجري. وبعدين بقى ايه المفاجأة في الليلة السوداء دي؟ هتيجي دلوقتي، اصبري بس. لا مش قادرة اصبر بقى، الصراحة زهقت. لو ما جاتش المفاجأة انا عايزة امشي. حنان اصبري، هرد لك اعتبارك. الواد اللي تسبب في دخولك السجن هجيبه هنا تحت رجليكي. مين ده؟ اصبري بس اصبري. الو، ايه يا ابني انتوا فين؟ اتأخرتوا ليه؟ ايه؟ يعني ايه؟ رحيم مشاه؟ طب ماشي. خلاص يلا سلام. حصل ايه؟ رحيم وقف العيال ومشى اللي اسمه كمال. كمال؟ هي دي المفاجأة؟ ومشاه ليه؟ مش عارف، هكلمه وافهم. ما بيردش. هو رحيم بيعمل كده ليه؟ مش عارف، اكيد لما اقابله هفهم كل حاجه. انا مش قادره اصدق. انا كنت فاكر ان رحيم ورا كل اللي بيجرى عليك. هو اللي رادك في القضيه، وبعدين هو اللي قربك، وبعدين هو اللي طلع لك دليل براءتك عشان يبان قدامك البطل اللي ما استغناش عنك. بس رحيم عمره ما كان كده. انا كنت اقرب واحده لرحيم قبل ما يدخل السجن. عمره ما عرضني للخطر ولو لثانيه واحده. طب ازاي يعمل كده وهو عارف كويس قوي ان انا ممكن اتسجن طول عمري او اموت فيها؟ تصور يحترم برضه،
استني، انا افتكرت حاجه مهمه دلوقتي. هشام اتخطف يوم خروج رحيم من السجن، وانتي اتورطتي في القضيه تاني يوم، وهشام اصلا كان لسه مخطوف. يبقى ازاي رتبوا كل ده؟ شفت؟ يبقى انا زي ما بقولك، رحيم ملوش دعوه بالكلام ده. ايوه بس ده معناه ان في حد عايز يورط رحيم ويخليني يمشي وراه في نفس السكه. ايوه بس مين ده وهيستفيد بايه؟ مش شرط ان اللي بيحصل كله ده عشانك انت، عشان رحيم. انت الحالة الضعيفة اللي يقدر يلهي رحيم بيها. طب ويلهيه عن ايه بالظبط؟ الأسئلة دي كلها إجابتها عند رحيم. انت هتقولي له ان احنا بنتقابل؟ انا وهو بقالنا فتره ما بنتقابلش. ايه ده؟ متخانقين ولا ايه؟ انا اسف مش بتدخل في حياتك الشخصيه، بس انت عموما وصلتيني اللي انت عايزه تقوليه. عموما انا بشكرك على مساعدتك ليا. لا العفو عليا، بس انا برضو عايز اسالك سؤال شخصي هموت واعرف اجابته. لو عايزه تجاوبي جاوبي، مش عايزه ارفضي. بصراحه انا مستغربه جمله زي دي تيجي من ضابط امن وطني. انا مش اي ضابط. معلش انا اسف يعني، ازاي حد زيك يرتبط بحد زي رحيم؟ انا ورحيم مش مرتبطين دلوقتي. بس بتحبيه؟ دكتوره مهمه زيك ترتبط بواحد مجرم وحرامي؟ انت شايف ان دي حاجه عاديه؟ والله انا كل مره بسال نفسي السؤال ده، عمري ما لقيت له اجابه. خلي بالك من نفسك. شكرا. كان المفروض تقول لي قبل ما تتصرف من نفسك يا رحيم. يا ابني بقول لك ما كانش في وقت. انت ايه؟ الحاجه هداها كانت مرقبانه، والله اعلم كانت ممكن تعمل ايه وانت خاطف كمال. مش بعيد كانت تبلغ البوليس زي ما حصل قبل كده عشان تشوفنا هنخرج منها ازاي. حلو قوي حلو قوي، بس انا بقى في حاجات مش قادر افهمها. اول حاجه انت ماشي ناس ورايا يراقبوني ولا يا رحيم؟ ها؟ وبعدين مش الحاجه هدايا بس اللي عايزه تفهم حكايه ان احنا بندخل ونخرج من الامن الوطني كده عادي، انا كمان عايز افهم. ما ترد. انا لو رديت عليك يا حلمي ردي هيزعلك. زعلني يا سيدي بس فهمني. انا بس هفكرك ان يوم ما خرجت من السجن ولقيتك مضيع ورق ممكن يكون تمنه رقبتي ما فتحتش بقي، ما شكتش لحظه انك ممكن تخوني. وانا المفروض ايه بقى؟ احط جزمه بقى في بقي وامشي وراك وانا ساكت؟ رحيم بقول لك ايه، انا عايز افهم. في حاجات بتحصل قدامي كده انا مش قاريها. انا كنت مراقب كمال عشان اعرف اذا كان في حد زقه علينا ولا لا. ايوه بس كان المفروض تقول لي. طب وانت قلت لي على اللي هتعمله النهارده. يا رحيم هو انا المفروض استأذنك وانا جاي اجيب حق مراتي؟ مطلوب. رد هيزعلك. ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ مالك اتخضيتي كده ليه يا بنت؟ في ايه؟ اسمي ريم، ما اسميش بت. طب تعالي يا ريم تعالي. ده ايه بقى؟ ايدك لا توحشك يا حبيبي. اصل انا حسيتك بتلمعي يا اوكر فقلت اجي اطمن. لا اطمن. انا عايز اطمن قوي. عبيط ده ولا ايه؟ ريم ما تحاسب يا حلمي وخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت مش عايز تفهمني يعني ايه ندخل ونخرج كده من الامن الوطني عادي من غير اي حاجه؟ والحكايه دي حصلت مرتين مش مره واحده. رحيم لو مظبط معاهم قول لي، طالما شغلنا ماشي وبنعمل اللي احنا عايزينه تمام، بس افهم
هو انا لو مظبط مع واحد زي احمد الديب ده مثلا كان عمل معانا كده؟ كان خلاك تشتغل عصفور عليا؟ ما تشغل مخك يا اخي. يا حلمي اهدى وخلي صوتك من دماغك، بلاش تمشي ورا كلام حنان على فكره ملهاش علاقه باللي بينا. طب كويس. ايه بقى؟ في حاجه تانية عايز تفهمها؟ لا. ايه في عملت ايه؟ مفيش. هو قال لي انه عمل كده بس عشان خايف ان الحاجه هدايا تبلغ عننا. يا سلام يا اخويا، بقى رحيم خايف للحاجة هدايا تبلغ عننا؟ بقى ده رحيم؟ ده كان زمانه خطف كمال وحطه في حته الجن الازرق ما يعرفوش طريق جر، وكان زمانه وقف قدام الحاجة هدايا عيني عينك كده. وات صادق. لا، الموضوع يخصك انت. انا ازاي؟ رحيم عايز يوصل لك رسالة انك ما تعملش حاجة الا بأمره. انت مش عارف رحيم ولا ايه؟ رحيم عايز يمسك الدنيا كلها بإيده، هو اللي يقول وهو اللي يقول لا. ايوه بس الكلام ده مش عليا انا. هو يا اخويا طول عمره كده، بس انت اللي مش فاهم. هو انت هتعرفيني صاحبي؟ ايه؟ صاحب عمري. صاحب عمرك مين؟ بقى ده رحيم صاحبك؟ رحيم بقى له 7 سنين في السجن، قلبه بقى مليان غل وحقد وكره. طب حط نفسك مكانه، بعد الشر عليك، ان شاء الله عمرنا ما نشوف فيك شر يا اخويا، وانت تفهم اللي انا بقوله. طب فضي يا سيرة بقى. يلا امشي. ماشي، بس اسمع الكلام اللي انا بقوله لك. ايه بتسخنيني عليه ولا ايه؟ خير يا ريم، في حاجه؟ مفيش، سمعتك بس بتخانق انت وبابا فقلت اجي صالحك. انا وابوك عشرة عمر، متقلقيش علينا، شويه كده وهنروق. طيب وانا بقى مين هيصلحني؟ ليه؟ في حد مزعلك؟ اخوك هشام؟ ايوه يا سيدي، هشام عمال يعكسني في الراحه وفي الجايه، شويه بعينه وشويه كلام، واخر مره مد ايده عليا. يمد ايده عليك ازاي؟ متخافش عليا، هو بس مسكني من ايدي بس انا وقفته عند حده. كنت جايه لك عشان خاطر تتكلم معايا عشان يحل عني شويه، بس خلاص مش مهم. مش مهم ازاي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده انا هكلمه هبهدله كمان. هو انت اتضايقت عشاني؟ طبعا. ليه؟ علشان هشام ده راجل متجوز وانت زي اخته. بس كده؟ بس انت شايفه حاجه تانية؟ رحيم انا مش شايفه غيرك، انا بحبك. اطلعي بره بره.
ايه يا حبيبتي مالك؟ فيكي ايه؟ رحيم كنت عنده في المكتب بتعملي ايه؟ عمل فيكي حاجه يا بنت؟ عمل فيكي حاجه؟ لمسك يعني؟ قولي لمسك يا بنت؟ يا نهار اسود يا حلمي يا حنان في ايه؟ الحقني يا حلمي، الحق شرفك يا اخويا، الحق شرفك. ما ضربتوش ليه بالجزمه؟ ها؟ رحيم يا ماما رحيم. ريم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ انت مين؟ رحيم ايه؟ رحيم يا ماما. انت متأكدة انه رحيم؟ اتصرف يا حلمي يلا. ريم اتكلمي يا ريم، اتكلمي. رحيم هو اللي عمل كده؟ يعرفك يا حلمي، روح بقى. الله روح روح. انت متأكدة انه رحيم؟ ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. رحيم انت اوسخ انسان انا عرفته في حياتي. ريم يا رحيم، ريم بتأذيني بنت يا رحيم؟ ده انت شلتها بايدك وهي لسه لحمه حمراء. ريم يا رحيم. وانت تصدق اني ممكن اعمل كده يا حلمي؟ لو انت مصدق اني ممكن اعمل كده في ريم اقتلني.